السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بفضل الله هنشرح لحضراتكم ونوضح لكم مراحل تركيب وتشطيب واجهة بفضل الله. طبعا في بداية أي عمل زي ما حضراتكم شايفين كده بنستخدم السيفل الأسمر ده، وده اسمه بازلت مصري. البازلت ده بنستخدمه في السيفل عشان خاطر بيعزل الرطوبة وبيكون طرد الحرارة وبيكون قوي جدا في اول 50 سم او 70 سم، وفي نفس الوقت بيدينا لمسه وديكور للواجهه اللي احنا شغالين فيها. طبعا بعد البازلت زي ما حضراتكم شايفين كده استخدمنا الكورنيشه ال 15 سم رقبه الجمل، وبعد كده استخدمنا المسطحات بتاعتنا اللي هي عباره عن مسطحات مقاسات 30 في 60 مشطوفه من الاربع نواصي، بحيث يدينا شكل مميز جدا ومختلف عن الحاجات اللي موجوده سواء اذا كان الساده او الافريز، وفي نفس الوقت بيدينا شكل كويس جدا ويدينا جوده كمان ان احنا ما بنظهرش معانا اللحامات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده استخدمنا في الشباك برضه كورنيشه 15 سم رقبه جمل. طبعا الارجاب بنعمل لها دورنات وبنركب لها قوابيل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين طبعا في بدايه السقف استخدمنا بور السقاله وبعدها المكعبات ال 8 سم، وبعد كده استخدمنا كورنيشه 10، وبعد كده شرايح 10 سم في 50 سم مفرزه شرايح بلكونه. طبعا الجزء الاحمر ده حابين نعمل لمسه مختلفه جدا بحيث الواجهه كلها ما تكونش درجه واحده، فاستخدمنا الحجر الرملي الاسواني بمقاسات 20 في 40. طبعا خدنا عليه اللمدان الخشخان بمسمار اكمون، والشبيك برضك لما جت معانا باللون الابيض ظهرت معانا. نيجي هنا للبلكونه، استخدمنا في البلكونه نحتايه او حشوايه نحت منفذ داير ما يدور حواليها خرزه بحيث يدينا شكل كويس. طبعا جينا في البلكونه استخدمنا البرامق في اول دور، وطبعا احنا بفضل الله النهارده بنستكمل اعمال البرامق الثانيه. طبعا هنا المعلم محمد الله ينور يا معلم محمد، تسلم ايدك والله، الله يبارك لك. طبعا ده الشكل النهائي بتاع الواجهه. اتمنى تنولوا اعجابكم، وبفضل الله احنا بنشتغل في جميع المحافظات. للتواصل والاستفسار تقدروا تكلمونا على رقمنا 010 662 60 881.